بيبدأ الانمي بشاب اسمه بنز قاعد ولا على باله وفي حاله، بيلاقي نفسه بينور وحواليه طاقة غريبة، بيبص لنفسه ومش فاهم حاجة، وفجأة بينتقل لعالم تاني علشان يبقى البطل وينقذهم من الهلاك. ولما بيوصل بيعرفهم الملك ان هو تم استدعائه علشان ينقذ مملكتهم من جيش ملك الشياطين، وان احنا كل سنة بنستدعي ابطال من عوالم مختلفة، المرة دي وقع الاختيار عليك. بطلنا بيقول له اهدى كده، جيش ايه وبطل مين؟ انا مجرد تاجر بسيط واسمي بنز. بيقولوا له يا عم انت مش بسيط ولا حاجة، وعلشان اثبت لك هنقيس مستوى قوتك بالكرة السحرية. وفعلا بيجيبوا له الكرة وبينصدموا لما بيلاقي ان هو ما عندوش ولا بربع جنيه قوة سحرية خالص، وان هو في المستوى الاول ومفيش امل منه. بيقول لهم قلت لكم انا مجرد تاجر بسيط، رجعوني بقى للعالم بتاعي. فبيلاحظ جنبه ان هم استدعوا بطل تاني ومستوى قوته السحرية عالي جدا، وبيتفاجئ الكل بقدراته. بينسوا بقى صاحبنا الغلبان وبياخدوا الشاب ده بيعترفوا بيه كبطل للمملكة بتاعتهم. بطلنا بيبقى قاعد مهموم مش عارف يعمل ايه في حياته، ازاي يرجع تاني للعالم بتاعه. بيروح للملك علشان يشوف له حل، بيصدموا بيقولوا البوابة اللي جابتك لهنا للاسف اتقفلت ومش قادرين يفتحوها تاني، وعلشان يا عم نعوضك هنسمح لك تعيش في غابة ديلافيزا ويكمل حياته هناك، ولكن بشرط ما يقولش لحد عن الخطأ اللي احنا عملناه. واستدعينا شاب ما عندوش بربع جنيه طاقة سحرية. بنزا بيتأقلم على الواقع وبيروح في طريقه للغابة، بيلاقي العربية اللي هتوصله، وبيحاول يعرف من السواق اي حاجة ممكن تساعده في العالم ده، ولكن بيرفض يتكلم معاه وبيقول له ما عنديش حاجة اقولها لك. وبيفضل في العربية لمدة 20 يوم لحد لما بيوصل للغابة. ولما بينزل بياخد شنطة سحرية بيعرف انها من الملك هدية ليه. السواق بينبه عليه ان هو يسيب المكان في اقرب وقت، لان جيش ملك الشياطين بيبقى في العادة في المكان ده. وبيقول له كده يا باشا انا وصلتك، عايز حاجة سلام. بنزا بيفتح الشنطة وبيعرف ان جواها فلوس وملابس وادوات ممكن تساعده يمشي حاله. بيطلع سيف بسيط علشان يجربه، وفجأة بتظهر وحوش بسيطة برضه وبتهاجمه. بيبدأ يطردهم بيهزمهم بس سيفه مش بيستحمل وبيتدمر. وفجأة بيجيله رسالة ان هو انتقل للمستوى التاني، بتظهر مجموعة تعويذ يقدر يستخدمها في القتالات. فبيفهم من الكلام ان هو يقدر يتطور من نفسه ويوصل لمستوى عالي، وبيقرر يدخل الغابة علشان يلاقي مكان يقعد فيه. ولكن بتجيله رسالة ان الغابة مليانة طاقة شيطانية سامة، وبيقترح عليه ان هو يستخدم تعويذ التنظيف، وقتها يطرد الطاقة الشيطانية ويعيش في الغابة براحته. وفعلا بيستخدم التعويذة اللي معاه، وفجأة بيتصدم لما بيلاقي ان مستواه اترفع بطريقة كبيرة. في القصر بتبقى الأميرة بتتوسل للملك ان هو يساعد بنزا في انه يرجع للعالم بتاعه، لانها طيبة وصعبان عليها اللي حصل له. ولكن الملك بيقول لها ما تتدخليش في الموضوع ده وسيبيه يا ست في حاله. في نفس الوقت بتوصل للملك اخبار بيعرفوا ان تم استخدام تعويذة التطهير، وبيفرحوا بيقولوا انا واثق ان بطلهم العظيم تخلص من جيش ملك الشياطين بالتعويذة. ولكن الخادم بيصدموا بيقولوا ان التعويذة تم استخدامها في الشمال عند الغابة مش ناحية الجنوب عند البطل خالص. بيستغرب وبيقول طيب مين اللي استخدمها يا جماعة؟ حد استدعى بطل تاني طيب؟ ما جاش في باله بنزا الغلبان الطيب ابن الاصول اللي قرر يتأقلم على الواقع، وربنا كرمه بطاقة رهيبة. نرجع له تاني بيبقى وصل لمستويات عالية لكنه مش بيعرف السبب، وبتظهر قدامه تعويذة يقدر يغير بها شكله وقتها يتحرك براحته من غير ما حد يتعرف عليه. فبيستخدمها وبيغير شكله. بيقرر بقى يستخدم تعويذة الانتقال علشان يروح لمدينة قريبة منه. بيوصل وبيقرر يستكشف المدينة اكتر علشان يكسب فلوس، وبيقرر يروح على نقابة المغامرين علشان يعمل اي مهمة ويكسب منها. بيبقى تايه ومش عارف يروح فين، بيديله ميزة الارشاد الصوتي على المكان. ولما بيوصل للنقابة بيسأل عن المهمات، بتقوله البنت المسؤولة ان كل ما زاد مستواه زاد المكسب والمهمات اللي هينفذها. الموضوع بيعجبه، بيقرر ان هو يسجل في النقابة. بتسأله عن اسمه، بيقول لها ان اسمه فيلو وده على اسم كلب كان بيربيه ايام زمان. بتديله سلسلة فيها معلومات وبتقول له استنى المهمات. في نفس الوقت بتظهر طفلة في النقابة بتقعد تترجاهم ان هم يساعدوها وياخدوها على الغابة. اهلي هناك وعيلتي عايزة اقابلهم. الكل بيرفض لان هم عارفين ان جيش ملك الشياطين في الغابة وبيبقوا خايفين الا ابننا الشاب المتين بنزا اللي بيوافق ان هو يوصلها بسحر الانتقال الخاص بيه. الكل بتصدم لان هم عارفين ان السحر ده مش لاي حد وخلاص، اكيد شاب مميز. وفجأة بتظهر بنت جميلة بتقول انها فارسة ملكية واسمها بيليروسا. انت فاكر نفسك بتكذب على مين؟ السحر اللي انت بتستخدمه ده مش بيستخدمه غير اصحاب المستويات العليا. وفجأة بتظهر مجموعة بنات من وراها وبيقولوا لها شكله كده مش مظبوط وعاوز يخطف البنت ديت. بيقول لهم يا جماعة انا غلبان ادوني فرصة بس مش اكتر. وفجأة بينقلهم كلهم بسحر الانتقال على غابة. بيبدأ يعرفهم ان هو مجرد مبتدئ مش اكتر. بيعتذروا له وبيقولوا له حقك علينا ان احنا كدبناك. في نفس الوقت بتبقى البنت الصغيرة مستغربة ان طاقة الشياطين اختفت من الغابة. لسه رايح يقول ان هو السبب، وبسبب التعويذة اللي استخدمها بتظهر له رسالة انه ما ينفعش يقول لاي شيطان على التعويذة. وفجأة بيليروسا بتقول له ارجع لورا. بتتقدم البنات معاها بيجهزوا اسلحتهم وبيقولوا له ان في بنت صغيرة دايما بتظهر وبتطلب المساعدة في كل مكان ولكنها في الحقيقة شيطان. وفعلا الطفلة بتتحول لشيطان عملاق وقوي. بتصدموا البنات من هيئتها وبيندهشوا من قوتها، مش بيقدروا يتحركوا بسبب المادة الشيطانية اللي استخدمتها. ولكن الكلام ده مش مع بطلنا الغلبان. بيقرر انه
هو ينقل البنات بسحر الانتقال ويرجعهم للمدينة، وفعلا بيوديهم وبيقرر يستخدم كل تعويذه في قتال الشيطان، وبيبدأ القتال وبيستخدم بنزا تعويذة القفز والدفاع والهجوم في نفس الوقت، بيحاول يتجنبها بأي طريقة لكنها بتبقى أقوى مما يتوقع، فبيستخدم تعويذة الجاذبية علشان يبطئ من حركتها، بس بتقاوم وبتحاول تكسر التعويذة. بيحاول الإرشاد الصوتي إن هو يساعده، بيقول له يستخدم تعويذة الاستبعاد اللي بتتحكم في أفعاله وأفكار اللي قدامه، وقتها بالنسبة لك هتبقى عبدة ليك، ولكن بنزا بيرفض إن هو يستخدمها. في نفس الوقت بتبقى الشيطانة بتحاول تخلص نفسها وتهاجم، ولكنها في النهاية بتستسلم بسبب قوة التعويذة، وبتقول له أنت اللي فزت، مش هقدر أتغلب عليك، اقتلني وخليني أرتاح. بيقول لها أنا مش بقتل إنسان أو شيطان، طالما اعترفت بالهزيمة ده كفيل إن أنا أسيبك عايشة، كده كده أنا مش بحب القتال، أنا أصلا تاجر وغلبان يا جماعة. الشيطانة بتقرر تعرفه بنفسها وإنها فيرينيس، وبترجع لهيئتها وبتنام نوم عميق. بنرجع لبنزا تاني اللي بيبقى مستغرب إنه عنده تعويذة الانتقال بالرغم إن مستواه منخفض. في نفس الوقت بتصحى فيرينيس وبتبقى رجعت لها قوتها من جديد، وبتطلع لبطلنا وبتقول له أنا عارفة إن أنت استخدمت سحر الشفاء عليا، غير كده أنا مديونة ليك، لو حد تاني كان قتلني قطعني اتخلص مني، لكنك ما عملتش كده، وبالرغم من قوتك الكبيرة ووعد مني أنا خلاص مش هلمس إنسان تاني، ومن النهاردة هعتبرك سيدي وهخدمك في أي حاجة تحتاجها. بيقول إن مفيش الكلام ده وإن هو مش ناوي يخليها خدامة عنده، فبتترجى إن هو يوافق لكن بيرفض تماما. بتقول له هقتل نفسي بما إنك مش موافق خلاص، فبطلنا بيوافق بالعافية وبيقول لها خلاص اتفقنا، وبيحكي لها قصته وإن هو من عالم تاني وتم استدعائه، وبعدها رموه على الغابة لأنه ما عندوش مهارات وقوة سحرية، غير من شكله علشان محدش يتعرف عليه. بتتأثر فيرنس بيه وبتقول له هحميك واضحي بحياتي علشانك، انا مش فارق معايا شكلك ولا هويتك، ولو ينفع فهفضل معاك لبقية حياتي. بيقول لها يا بنت هتندمي، بتقول له عيب عليك ما تقلقش. بنرجع للبطل اللي بيقابل الملك وبيقول له مش اسلوب تعاملني بالطريقة دي، تبعتوا معاه جيش ضعيف ويموت وتقول لي حارب. بيقول لهم انتوا المفروض تشكروني لان انقذت اكبر عدد من الجنود اللي كانوا بيهربوا من الخوف من وحوش ضعيفة. بياخد بعضه وبيمشي، وبيعرف الملك الحقيقة وان البطل كان مستخبي ورا الجيش في المعركة وكان بيضحي بيهم لانه خايف على نفسه. بنرجع للبطل اللي بيبقى متعصب ان مستواه مش بيعلى وان مهاراته وقوته السحرية زي ما هي، ده غير ان هو ما كانش قادر يهزم غير الوحوش الضعيفة، فبيقعد يكلم نفسه. بيبدأ يوم جديد بيتمشى بنزا مع فيرينيس وبيقول ان هو يروح النقابة علشان ياخد كام مهمة كده يكسب منها قوت يومه ويصرف على نفسه. بتقول انها مش هتسيبه وهتكون وراه في كل حتة لان هو سيدها. وفجأة بينادى عليها صاحب محل الخضار بيقول لها اتفضلي، واضح قوي ان انت ربة بيت شاطرة. بتيجي فكرة لبنزا وبيقول لفيرينيس ايه رايك نعمل نفسنا متجوزين وقتها نبعد عننا الشبهات. بتطير من الفرحة وبتقول له يا ريت يا ريت يا عم، والله انا كنت زوجة بطل قوي زيك، يا نهار ابيض من عيوني، ده احسن فكرة اسمعها في حياتي زوجي العزيز. وبيوصلوا للنقابة بتسجل فيرينيس نفسها ولكنها كانت هتتفضح وتقول اسمها الحقيقي، ولكن بطلنا بيلحقها وبيقول ان اسمها ريس، وبينبه على انها تفضل محافظة على شكلها وتحاول تخفي هويتها على قد ما تقدر. فجأة بيعلنوا عن مهمة صعبة وعاجلة وان في مجموعة دببة متوحشة متجهة ناحية المدينة، بيعرضوا مكافأة كبيرة للي يقدر يهزمهم، ولكن بنزا بيبقى ليه رأي تاني، حاسس ان قدراته مش كافية لهزيمتهم. بتقاطع فيرينيس وبتقول له دي فرصتنا لازم نهزم الوحوش، وقتها ناخد المكافأة والمرة دي هثبت لك قوتي علشان تعتمد عليا. فبيوافقوا بالمهمة وبيروحوا للمكان بتاع وزة الانتقال، وهناك فيرينيس بتقول لهم محدش هيقتل الوحوش غيري. بنزا بيقول لها مش هسيبك لوحدك. بتقول له خلاص بما انك مصر هنتقاتل مع بعض وزي ما تيجي بقى. وبيقاطعهم سود بيليروسا واللي معاها مجموعة من الناس، وما كمان بيبقوا متحصرين من الوحوش في كل مكان، ولكن بطلنا بيستخدم تعويذة البرق بيهزم مجموعة منهم، وفيرينيس بتخش وبتكمل عليهم. بيليروسا بتروح هي ومجموعتها بيشكروا بنزا على ان هو انقذهم. بس مين الانسة الحلوة اللي معاك ديت؟ بيقولوا من اسمها ريس وهي رفيقة سفري. بتصدم فيرينيس وبتقول له مش كنا زوج وزوجة من شوية؟ ده انا بنيت احلام كبيرة معاك ليه دمرتها؟ وفي نص احزانها بيظهر من وراها دب وبنظرة منها بيقع وبيستسلم. بيقولوا لها شكله كده عارف ان هو مش هيقدر عليكي. الدب بيبص لها بنظرة استعطاف، فبيرق قلب ريس وبتقول لي بنزا انا ارتحت له ومش قادر اسيبه، ايه رايك ناخدها معانا او بالمره يسلينا في الطريق وحيوان اليف كمان؟ بلا خلاص يا ستي موافق. وبيقدر بسحره يغير له شكله علشان يعرفوا ياخدوه معاهم. بتنصدم بليروسا منهم ومن قوتهم وبتقرر تطلب منهم طلب، فبيروحوا معاها للبيت وبتبدا بقى تعرفهم بنفسهم وبتقول لهم ان احنا مجموعه فرسان، وللاسف بعد ما البطل اتهزم من جيش الدببه رجع وحبس نفسه في القصر، فاحنا دلوقتي لازم نحمي مملكتنا، ولكن مش اقوياء كفايه ان احنا نهزم جيش من الدببه. فبتتعصب ريس وبتقول انتوا فاكريني هبله وهسيب لكم زوجي العزيز وتخطفوه مني؟ لا لا طبعا. فبيقاطعهم بنزا وبيقول لهم قبل اي حاجه حابب اعرفكم حاجه، انا انسان بحب اعيش فيه هدوء بعيد عن القتال، ودي بقى زوجتي ريس اللي انا عايز اعيش معاها فيه هدوء برضه بعيد عن القتال. الكل بتصدم من كلامه لانه رفضهم، وبتقول له الفارسات ان هم يحترموا خصوصيته مش هيدوه تاني وهيمشوا. كل ده وريس في عالم تاني طايره من الفرحه وبتقول لهم تمشوا فين؟ انا بصفتي زوجته العزيزه هقنعه يدربكم، ده غير ان انا مش همانع الموضوع بما اني زوجته زي ما انتم
انتوا سامعين؟ ها زوجته يعني اللي هيفكر يلعب بديله هقصهوله. بطلنا بيوافق على طلبهم ولكنهم بيقولوا له مش عارفين نشكرك ازاي، بس في طلب بسيط تاني، هو احنا مفيش هنا مكان نعيش فيه، فلو تدونا اوضه في البيت يعني نكون شاكرين ليكم. الريس بتقول لهم البيت بيتكم، خدوا راحتكم يا جماعه. في نفس الوقت بيبقى ملك الشياطين وصلت له معلومات بين الغابه في الشمال تم تطهيرها بسحر شخص واحد، ما طلعش جيش كامل زي ما كانوا متوقعين. ملك الشياطين بيتفاجئ وبيقول لهم يلاقوا الشخص المسؤول اللي عمل كده ويجيبوه لحد عنده في اسرع وقت. وبيبدا يوم جديد وبتقرر بيليروسا انها تبدا تدريب، ولكنها بتفشل في انها تهزم الوحوش. زمايلها الفرسان بيحاولوا يساعدوها لكنهم على الله حكايتهم هم كمان، كلهم بيتهزموا وبيطلعوا يهربوا من الوحوش وبيخلصوا التدريب وبيرجعوا على البيت. فبتصدموا لما بيلاقوا ان بطلنا خصص لهم اوضه علشان يرتاحوا ويناموا فيها، فبيشكروه بيقولوا له احنا مش عارفين ازاي نرد لك الجمال دي كلها. ريس بتقاطعهم وبتقول لهم الاكل جاهز، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيلاقوا مقطعه لحم ني. بنزا بيقول لها احنا المفروض بناكله مطبوخ، بتقول له من عيوني هروح واطبخه في ثواني. بيقول لها لا كتر خيرك لحد هنا، كفايه اللي عملتيه، سيبينا انا بقى وبيليروسا وهنتصرف. وفعلا بينقذوا الموقف وبيجهزوا الاكل من جديد. الكل بينبهر بطعم الاكل ومش مصدقين جماله. ريس بتتحمس انها تدوقه ولكنها بتتردد، فبيقول لها بطلنا ما تقلقيش وكلي. من اول قطمه بتطير من السعاده، بيعجبها الطعم وبتعرف ان بنزا هو اللي طبخه. بتقول لهم يا جماعه ده المتوقع من زوجي العزيز يعني ما تتصدموش. بتكمل اكل ومش بتوقف، بتقول لهم ما تقلقوش المره الجايه عليا. بيقولوا لها لا لا تسلمي قوي، انت شاطره في التنظيف والترتيب وتقولي زوج العزيز، الباقي سيبيه علينا. تاني يوم بيوصل بطلنا مع ريس للنقابه، بينصدم الكل من كميه الوحوش اللي قتلوها. ريس بتقاطعهم وبتقول له انها تروح للمدينه علشان وراها شويه حاجات تعملها. في نفس الوقت بيروح بطلنا مع شخص من النقابه اسمه ليلوس، وبياخده وبيقولوا ان الكل مصدوم منه ومن قوته وان المدينه كلها سمعت بانجازاته. بتوتر بطلنا وبيكمل ليلوس كلامه، بيقول ان الملك شخصيا بيطلب انك تساعد البطل وقصادها هيكافئك على طريقته. فبيفكر مع نفسه دقيقتين وبيرفض العرض وبيقول له مش هقدر اقبل بالموضوع ده، وبيطلع من النقابه. بيقابل ريس وكأن حالتها صعبه، دخلت حرب ولا ايه؟ بيسالها مالك ايه اللي عمل فيك كده، كنت بتحاربي وحوش ولا ايه؟ بتقول له مفيش الكلام ده كله، انا بس رحت علشان اتعلم الطبخ مش اكتر، قلت ممكن تعجب بيا، لكنها بتخرب الدنيا ومش بتعرف تكمل خطوتين على بعض من غير ما تقلب المكان وتحرقه. بنرجع للبطل الضعيف اللي بيبقى في القصر وسمع عن بنزا وقوته، فبيطلب من الخدم ان هم يجيبوه للقصر وهيخليه يساعده وخلاص علشان يهزموا جيش ملك الشياطين. وبعد شهر كامل بيرفض بطلنا مره تانية عرض البطل. بتتعصب ريس وبتقول له سيبنا عليهم وافهمهم معنى الرفض ازاي، ده المره المليون في نفس الشهر يترفضوا. بيقول لها خلينا نركز في التدريب. بتروح ريس تدرب بنت اسمها بيلري، لكنها بتقول لها خلاص مفيش امل مني، انا مش عارفه امسك دجاجه علشان اهزم وحش. على الجنب التاني بطلنا بيدي البنت اسمها بيلانو خاتم سحري، بيقول لها ان هو يديلها طاقه سحريه كافيه انها تتدرب. فبيقول لها انها تجربه، وبتظهر من ورا ريس وبتقول لها اياك تحطيه في ايدك، لو حطيتيه هيبقى اخر يوم في حياتك، ده جوزي محدش يلبس خواتم منه غيري. في نفس الوقت بتطلب بليروسا المساعده من بطلنا في انها تهزم الوحوش، ولكن ريس بتظهر بتقطع الوحش بقوتها. بتقول لها ما تحاوليش تقربي من زوجي العزيز وتتظاهري بالضعف، يا ريت بقى تكون المعلومه ايه وصلتك. ايه يا بنتي امال لو مش قالك ان ده تمثيليه، ده انت شيطانه في الاول وفي الاخر. بتاخدهم على البيت وبتبقى طبخت لهم الاكل المره دي والكل بينبهر باكلها. بتقول لي بنزا انها كانت بتروح دروس تعليميه علشان تتعلم وتقدر تبقى مفيده ليه وتساعده. وبيظهر خادمه ملك الشياطين وهي بتراقبهم، وبتنصدم لما بتعرف ان اللي قاعده معاهم هي فيرنس، المفروض كل الشياطين بتخاف منها ومن قوتها. بتظهر ريس من وراها وبتقول لها خير نورتينا، وبتاخدها معاها للبيت. وبتقول لي بنزا انها اقرب خادمه لملك الشياطين واسمها اوليمانياس. بتسالها ايه اللي جابها هنا، بتعرفها اوليمانياس انها بتاخد بص على المكان مش اكتر، بس انا مستغربه انت ايه اللي مخليكي هنا. بتقول احسن ليكي انك ما تكونيش جيت انت كمان علشان تسرقي زوجي. بتقول لها زوجك؟ انت بتهزري طبعا، اتجوزتي انت ازاي بيته قريبه من البشر، انت نسيتي نفسك انك شيطانه. وبتحاول اوليمانياس انها تعرف قدراته بقوتها لكنها بتفشل، وبتنصدم لما بتعرف ان هو نفسه اللي استخدم سحر التطهير. ولما تخلص من الطاقه السحريه ده معناه ان هو تخلص من اخوك يا ريس. بتقاطعها وبتقول لها انا ما اتدخلتش في حاجه كل ده. وبنزا سمع الكلام بيقول لها صح ان انا سبب في موت اخوكي. بتقول له انت مالكش ذنب، هو لازم يتحمل عدم كفاءته وضعفه. وفي نفس الوقت بتبقى في بليروسا وجماعتها سمعوا كل حاجه وعرفوا ان ريس تبقى شيطانه واللي كان اسمها فيرنس. في نفس الوقت اوليمانياس بتعرض على بنزا انها تواجهه في قتال علشان تعرف قوته، لكن الخطه الحقيقيه انها تقتله وتقتل كمان ريس معاها. ريس بتحذره بتقول له اياك يا زوجي العزيز، واضح جدا انها عاوزه تخطفك مني ومش هسمح بالكلام ده، ولكنه بيوافق ان هو يحاربها. فبتقول له اوليمانياس ان هو يقدر يستخدم السحر واللي يستسلم الاول هو اللي خسران. بتبدا تهاجمه، بتستخدم مخلب القط علشان تسممه وتشتته، ولكن بيكسر سحرها بحركه واحده، بيستخدم سحر التصليب وبيقيد حركتها. بيقول لها مش هخليكي تلمسي ريس، فمش بتقدر تقاوم وبتستسلم من قبل الحرب ما تبدا. بتعرف انها مش هتقدر عليه وان الشخص ده مش شخص عادي. ثاني يوم بيجتمع بنزا
مع الفارسات وبيعتذر لهم ان هو كان مخبي موضوع ريس عليهم وان هم يقدروا يبلغوا القلعه والملك بالموضوع. ريس بتقول لهم اسمحوا لي اقول حاجه، انا كمان انا اول ما اقسمت بالولاء لبنزا سبت جيش ملك الشياطين. حتى كمان بليروسا بتصعب عليها، بتقول لهم انها كانت بتساعدنا في التدريب وما شفناش منها حاجه وحشه، فالموضوع هنسيبه سر ما بيننا. وفجاه بتقطع كلامهم إلومينيوس بجيش من التنانين وبتفتكر بطلنا هيموت من الخوف، ولكنها بتنصدم لما بتلاقيه ان هو فرحان ومتحمس لان اول مره شوف تنين. ريس بتقول له ما تهزرش، هو مفيش في العالم بتاعكم منه ولا ايه؟ ده عندنا منه بالعبيط. كل ده وإلومينيوس مستغربه من رد فعلهم. ايه يا جماعه انا جاي احاربكم واموتكم والله. بتبدا تهاجمهم بتنانينها، لكن بنزا بيستخدم تعويذه المطرقه السماويه بيوقعهم كلهم على الارض مشويين. البنت واقفه مصدومه من اللي شافته، هزم جيش اقوى التنانين الشيطانيه لوحده، ويعتبر في لحظه واحده كمان بتهرب مع باقي التنانين وبتقول لها ريس دي اخره اللي عايز يقرب من زوج العزيز. وفي نفس الوقت بنت من الفارسات بتقول يا ريتني رميت فاس على راس تنين منهم اكون كده قاتل التنانين ولا حاجه. بنزا بيقول لها ارميه وانا هساعدك. بترمي الفاس وبسحر بطلنا بيضاعف قوته وبتقدر انها تهزم بيت النين، وبسبب كده بتترقى في المستوى. بتنصدم باقي الفارسات من اللي شافوه بيقولوا له وانا والله. في نفس الوقت بيبقى ملك الشياطين بيشوف اللي بيحصل ومصدوم من ان شاب بسيط قدر يعمل كل ده لوحده. بيرجع بنزا للبيت بيرمي تعويذه علشان يقدر يحس باي شيطان يقرب منه. في نفس الوقت بتبقى ريس متعصبه من إلومينيوس، بتقول المره الجايه سيبها عليا انا هعرف انتقم منها وهزمها. بس بنزا بيبقى من جواه متضايق مهموم لانه اكتشف ان سبب موت اخوها، بيحاول ما يظهرش زعله قدامها. بنرجع لبلوسوم اللي بتبقى سعيده ومش مصدقه انها خدت لقب قاتله التنين، وده بمساعده بطلنا. بتتحمس باقي الفارسات ان هم ياخدوا اللقب. في نفس الوقت بليروسا بتبقى رايحه تتدرب وعامله نفسها مش زعلانه يعني بموضوع اللقب خالص، لكن في الحقيقه بتقعد تتحسر بتعيط في الطريق لانها من عيله نبيله، وللاسف الزمن عدى عليهم وما عادتش عيله نبيله، ولو كانت خدت اللقب كان هيرجعوا تاني. وفجاه بيظهر قدامها شخص بيقول لها ان هو بيدور على واحد قريبه عنده بيت هنا شجاع مغوار معروف عنه الدمار. بتقول له قصدك مين، بنزا ولا مراته ريس؟ بلا ايوه هي مراته ريس ديت. بتعرف ان هو بيكذب لان ريس شيطانه وملهاش قرايب. بترفع عليه السيف ولكن بيقول لها انا عارف انها شيطانه بس جيت اطمن عليها مش اكتر. بتقول له ما تجيش تاني لانها قطعت كل علاقتها مع جيش ملك الشياطين واقسمت بالولاء لبطلنا. بيقول لها انا همشي بس تبقى تقولي لها ان انا جيت وسالت عليها. بيوصل كده بطلنا وريس وبتحكي لهم بليروسا عن اللي حصل. بيضحكوا عليها وبتقول لها ريس ان هم عرفوا من جهاز التعقب ان ملك الشياطين نفسه كان موجود. بتقول لهم مين؟ يعني انا اللي بكلمه ده ملك الشياطين؟ بيقولوا لها ايوه اسمه الحقيقي هو غول. بتنصدم مش بتقدر تتكلم. بتقول لهم انا خلاص كده حياتي انتهت، اروح فين دلوقتي ولا اعمل ايه؟ ده انا رفعت السيف عليه. بيهدوها وان عادي وهم هيحموها. تاني يوم بيبدا يوم جديد. بتفتح ريس الباب وبتلاقي ملك الشياطين غول قدامها تاني، فبيرحب بيه بنزا وبيقول له اتفضل. بتشوف بليروسا وبتجيلها صدمه ومش بتعرف تنطق. بيقعد وبيسلم عليهم ولكن هم اصحاب من زمان، فبيعرض عليه الغول ان هو ينضم ليهم والجيش ملك الشياطين. بنزا بيرفض بيقول له مش تحيز ولا حاجه بس الصراحه مش بحب مواضيع القتال دي خالص. ريس بتقول له ان زوجي مسالم وهادي، يا ريت بقى تسيبونا في حالنا. بيقرر الغول ان هو يحكي قصتهم وتاريخهم لبنزا على امل ان هو ينضم لهم، وبيفضل ساعه يحكي القصه وبيقول له من الاخر كده يا ابني انا ملك الشياطين بدعوك بنفسي تنضم لنا. بطلنا ولا فارق معاه بيقول له مش هقف في صف البشر ولا الشياطين، يا ريت بقى تكون فهمت الموضوع. الغول بيقول له خلاص براحتك بس هسيبك، لو فكرت تغير رايك هرجع لك على طول. بيمشي ولكنه بيبقى مصدوم ان في بشريه مش خايفه منه. انا طول ما انا كنت بتكلم معاه كنت مصدوم منها، البنت واقفه وشجاعه، ولكن بيطلع قصده على بليروسا اللي هتعمل حمام على نفسها. تاني يوم بتصحى بليروسا مش بتبقى مستوعبه الصدمه وبتطلع تشوف الصدمه الاكبر وان ملك الشياطين غول عجبه الوضع وحب المكان، والمره دي بيفطر معاهم وكله زي الفل. ريس بتقول له يخلص اكله ويمشي لان بنزا مش هيغير رايه، وبيفضل غول يزورهم كل يوم. بيحاول يتقرب من بليروسا لانها بشريه شجاعه ومش خايفه منه، غلبان مش عارف اللي فيها، بس في كل مره كانت بتحاول تهرب منه بتختلق عذر جديد علشان خايفه منه. وفي القصر بقى بيبقى الملك وصلته الاخبار في شيطان بيدخل وبيطلع يوميا من بيت بنزا. بيخاف الملك من ان بنزا ممكن انضم لهم، ده غير ان هو بيتجاهل دعوته ليه. الاميره بتحاول تهديه بتقول له احنا لو استخدمنا القوه معاه ممكن ينضم لجيش ملك الشياطين، فلازم تفكر الاول وتجيبه وتتفاهم معاه. الملك بيتعصب وبيقول لها ما تتدخليش انت في الموضوع ده. وبيدخل فجاه البطل المزيف ابو شعر اصفر الحنين بيقول له انا هتصرف وهجيبه بالعافيه معايا. بنرجع لملك الشياطين اللي بيبقى رايح علشان يحاول يقنع برضه بنزا تاني. بتوقفه إلومينيوس وبيبقى مصر ان هو يروح ويحاول. في نفس الوقت بنزا بيبقى قاعد في البيت مع ريس عمال يتكلم معاه في موضوع ان هو عاوز يبيع حراشي في التنانين، وقتها يقدروا يكسبوا فلوس كتيره، ما بالك احنا هازمين عدد كبير منهم لما إلومينيوس هجمت علينا، يعني هنبقى ناس اغنياء خالص. فريس بتقول له انت لو همك الفلوس ليه ما تنضمش لجيش الملك والبطل؟ بالمقابل هيدوك مكافاه كبيره. بيقول لها ان هو مش عاوز يتدخل في اي جيش منهم او يقاتل. بتقول له ما تقولش انك بتعمل كل ده علشاني، للدرجه دي متعلق بيها ومش عايز تسيبني؟ بيقول لها
هو انا طيب بس مش للدرجه دي يعني. وفجاه بتقطع كلامهم بنت من الفارسات بتقول لهم اطلعوا بسرعه شوفوا اللي حصل. ولما بيطلعوا بيشوفوا جيش كبير من المملكه معاهم البطل ابو شعر اصفر، بيقولوا من الاخر كده انت قدامك حلين، يا تيجي معايا واخدك كتابع ليا ونهزم جيش ملك الشياطين، يا اما اعتبرك خاين وهقتلك في لحظتها. وبيحس بقى بالفخر والانتصار وان هو خلاص الكل هيحترمه لما يهزم الشياطين، وبيسرح في خياله. لكن بنزا بيصدمه، بيقولوا انه مش هيرجع معاه وده قراره الاخير. بيهددوا البطل بالفرسان، بيقولوا انه هيعتبرهم كلهم خاينين للملك. فبيقرر بنزا يتصرف لانه مش عاوز بليروسا والفارسات يتحبسوا ويتعاقبوا بسببه، لكنهم بيبقوا مصممين يفضلوا معاه لاخر لحظه. وانه ريس كمان اثبتت لهم ان مش كل الشياطين شريره. بنزا بيتاثر وبيقرر ينقلهم كلهم بالبيت حتى كمان بسحر الانتقال، وفعلا بيوديهم وبينصدم البطل والجيش من اللي شافوه. وفجاه بيظهر ملك الشياطين غول بيتعصب جدا لما بيشوف ان اصلا بنزا انتقل بسبب جيش البطل، وهو كان حب المكان هنا واستريح فيه. فبيحرر قوته بيستدعي جيشه علشان يقاتلوا معاه، ولكن البطل مش بيستنى لحظه، بيهرب منهم وبيسيب الجيش وراه كالعاده. وبيبقى بطلنا انتقل لحته بعيده عن المدينه، قرر يستقر هناك مع الفرسان وريس كمان ويعيش حياه سعيده. بيعتذر لها على كل حاجه حصلت بسببه، بتقوله انها تفضل معاه هتحميه من اي حد يحاول يقرب له، انا مهما كان مراتك برضه يا زوج العزيز. بترجع على البيت معاه ومع الفرسان علشان يكملوا حياتهم عادي جدا. بتمر الايام وبيهجم جيش الشياطين على مملكه كلوريدا، بيدمروها ومش بيقدر يتصرف الجيش. في نفس الوقت بيبقى ملك الشياطين غول امرهم بالانسحاب لانهم هيستخدموا سحر التطهير وده هيضرهم وقتها هيموتوا، فبينسحبوا من المملكه مؤقتا. بنرجع للملك اللي بيبقى استدعى مجموعه من السحرة على امل انهم يبيدوا الشياطين، وبيستخدموا سحرهم، بيحاولوا بكل قوتهم وبينجحوا في ان هم ينقذوا المملكه وبتخلص الحرب على كده. بنرجع للاميره اللي بتبقى مصدومه من حاله السحرة والملك، كلهم اتصابوا وعاوزين على الاقل 3 شهور علشان يتعافوا من الاصابات ديت. ده في نفس الوقت اللي هيختفي فيه السحر التطهير لانه قدامه 3 شهور وكل اللي عملوه هيروح على الفاضي برضه، وبكده هترجع الشياطين تاني. بتقرر الاميره انها تحكم المملكه مكان الملك، واول امر بتقوله ان هم ياخدوا البطل يرموه في اي حته لانه ملوش اي لازمه. وفعلا بيطردوه وبيقولوا له ان هم خلاص اتخلوا عنه، فمش بيصدق، بيقول لهم هتندموا على اللي بتعملوه. بنرجع لريس اللي بتبقى مصدومه لما بتسمع كلمه موعد، وبتقول لهم يعني نطلع مع بعض وناكل وكده. بيقترح عليها الفرسان انها تطلع للمدينه مع بنزا لانها الفتره الاخيره كانوا مشغولين مفيش وقت ليهم ان هم يقربوا من بعض اكتر. بتفرح ريس جدا وبتقول له مفيش وقت نضيعه، فرصه العمر، وبتاخده وبتطلع للمدينه. بتتجول في كل مكان، بتبقى متحمسه وسعيده. بيقطعها بنزا بيقول لها انه عاوز يشتري لها هديه، بتنصدم مش بتصدق، وبيلفت نظر بطلنا دبوس ازرق بيوريه ريس كده، بيعرفها انها تبقى جميله بيه. بتفرح وبتحس ان هو فعلا في عالم تاني. بترجع للبيت وهي طايره من الفرحه، بتفضل طول اليوم ماسكه فيه وقاعده جنبه. ولما بيشوفها بلوسم والبنات بينبهروا وبيقولوا ان اكيد بنزا جاب لها هديه، بيحسوا بالغيره منها لان هم كمان بيحبوه. بنرجع للبطل ابو شعر اصفر اللي بيقتحم القلعه علشان يسرق الكنوز ويهرب بعدها، ولكنه بيقرر يفضل وياخد لقب البطل وما يستسلمش لاخر لحظه. بيقول لنفسه ازاي شاب تافه زي بنزا يكون اقوى مني، بيستخدم تعويذات كمان. وفجاه بيسمع صوت بيقول له لو عاوز تبقى اقوى منه وتتغلب عليه لازم تحررني، لكنه ما بيبقاش فاهم ولا عارف مصدر الصوت. بيقعد يدور لحد لما بيلاقي باب بيتفتح، بيطلب منه الصوت يسحب السيف. حررني وبكده هتاخد القوه اللي انت محتاجها كلها. وفعلا بيقرر البطل يشيل السيف ومش فارقه معاه اي حاجه. ولما بيسحبه بتظهر فجاه قدامه جنيه بتقول له ان اسمها هايا، وان هي اللي بتسيطر على النور والظلام، وان اللي حررها هتحقق له 3 امنيات. فبيقول لها البطل ان هو اللي كسر الختم وحررها. بتقول له يطلب اي امنيه وهتحققها له. في نفس الوقت بتبقى الاميره في القصر استدت العرافه علشان تساعدهم في انقاذ المملكه، وفجاه بتظهر اطواق على رقبتهم. بتنصدم الاميره، بتعرف ان البطل في القصر وحرر الجنيه، وان هم لو ما وقفوش هيموتوا كلهم كتضحيات لتحقيق امنيه البطل. فبتقرر العرافه انها تتدخل، بتستخدم سحرها، بتقول لهم ان في بطل استدعوه قبل كده وده الوحيد اللي يقدر ينقذكم من الكارثه اللي انتوا فيها. بتعرف ان صداع على بنزا، بتقرر الاميره تروح بنفسها وتقابله علشان تقنعه يجي معاه للمملكه وينقذهم من الهلاك. بنرجع لبطلنا اللي بيبقى بيبيع الدروع اللي صنعها من حراشف التنانين، وبيقول للتاجر انهم صدقوا لانه واضح عليها حقيقيه. بيتكلموا مع بعض وبيعرفوا على اماكن يقدر يبيع فيها بضاعته والحاجات اللي زي دي كلها. على جنب بتبقى ريس فخوره بيه، بتقول لي بليروسا خلي بالك زوج ده تاجر محترف مش اي تاجر يعني. بتقولها مصدقاكي ومصدومه منه ومن مهاراته وبختك بيه. بتقولها ريس الاحسن انك تشيلي عينك من عليه، خليك انت مع غول ملك الشياطين بيحبك وبيموت فيكي، اديله فرصه بقى. وفي الطريق بتتكلم ريس مع بنزا، بتقول انها معجبه بيه وبمهاراته وهتدعمه يكمل في الطريق اللي هو اختاره. فجاه بيوصل لبطلنا تحذير، بتظهر قدامه جنيه بتقرب منه علشان تحقق امنيه البطل اللي طلب منها تقتل بنزا. فريس بتتصرف بسرعه بتحميه ولكنها بتتصاب مكانه، بتنهاره وبتقول له يهرب. الجنيه بتفضل تهاجمهم ولكنه بيصد كل هجماتها. في نفس الوقت بيحاول يستخدم سحر الشفاء، عايز يعالج ريس قبل ما تموت، ولكنه بيتصدم لما بيلاقي ان سحر الشفاء انتهى، مفيش اي سحر بديل ليه. في نفس الوقت بتهاجمهم الجنيه بسحر النور، بتقضي على كل حاجه
حاجه حواليهم، لكن مش بيتصابوا. وبيبقى بنزة في صدمه من اللي حصل لريس، بيقرر ينتقم لها، بيقسم ان هو مش هيسامح الجنيه. بيقوم وبيستخدم سحر نادر اعاده الوقت، بيرجع بالزمن قبل اصابه ريس. بتتصدم الجنيه ومش بتصدق ان في بشري بيستخدم السحر ده، لكن بطلنا مش بيسيب لها وقت تفكر، بيديلها لكمه على وشها بترجعها لورا. بيقرر مش هيرحمها بسبب اللي عملته الريس اول مره، بيفضل يضربها بكل قوته لحد لما بتنهار. وقتها الجنيه خلاص بتعرف انها تموت، وبتقرر تستخدم سحر الظلام. بس على مين؟ بنزة بيلغي سحرها، بتتصدم منه، بتشوف مستواه مش بتصدق عينيها، قوتها ملهاش نهايه. في نفس الوقت بنزة مش بيبقى واعي بنفسه، بيكمل ضرب فيها. بنرجع لريس اللي بتبقى استعادت وعيها وقوتها، بتتفاجئ لما بتشوف بنزة بيقتل الجنيه علشانها، بتفرح وبتتحمس وبتشجعه، ولكنها بتفتكر لما قال ان هو بيكره القتال، مش بيحب يأذي اي حد ضعيف او استسلم. بتجري عليه وبتحاول انها توقفه، بتقول له انها كويسه وبتترجاه ما يخسرش طيبته، فبيوافق وبيسيب الجنيه. في نفس الوقت بتبقى الاميره بتدور في كل مكان على بنزة علشان ينقذ المملكه، ولكن طاقه الساحره اللي معاه بتبقى على القد. معظم السحره بينهاروا، وفجاه بتكسر طوق الجنيه اللي على رقبتهم، بتصدموا لان ده معناه ان الجنيه اتهزمت. وفي القلعه بيحاولوا الجنود ان هم يكسروا باب القبو اللي فيه البطل، ولكن فجاه بتدخل روح شريره لجسم الخادمه اللي معاه، بتقول له انها ساحره الظلام وهتديله القوه اللي بيحلم بيها. وفجاه بتحول البطل لوحش ضخم مش قادر يسيطر على نفسه، بتاخده الساحره وبتقرر تروح للمملكه علشان تنتقم من كل اللي حبسوها. بنرجع للبطل اللي بيبقى مش عارف يعمل ايه مع الجنيه، بتصحى وبتلاقي نفسها خفت من كل الاصابات، وبيبقى بنزة متردد يرجعها تاني للقبر ويختمها. بتستغرب من كلامه وبتقول له انت مش هتقدر. بيقول لها مين قالك؟ انا لما هزمتك اتضاف لي تعويذ جديده منها ان هو يقدر يشوف اللي حصل بالظبط في الماضي. بتصدم الجنيه، هي الوحيده اللي بتقدر تستخدم السحر ده. وفجاه الريس بتجري على الجنيه، بتقول لها انا عرفت هنعمل بيكي ايه رايك تكوني خدامه ليا؟ انا عارفه انك هترفضي، بس ده الحل الوحيد ان احنا نراقبك ومنها يعني تحمينا وتخدمين. بنزة بيقول لها انت نسيتي اللي عملته فيكي؟ بتقول له ازاي انسى؟ بس الغلطه غلطتي ان انا مش قويه كفايه ومخليه اللي رايح واللي جاي يدوس عليا، بس خلاص. فبيقرر بنزة يسامح الجنيه، بيمد ايده وبيقول لها اوعديني انك مش هتقتلي حد تاني. بتسلم عليه وبتقول له من النهارده اعتبرني خدامه ليك واستخدم كل قوتي علشان احميك. فبيسامحها، بيعتذر لها على شويه الضرب. بتسرح الجنيه وبتبص له، بتدخل ريس على طول وبتقول لها لا بص كده على قدك يا غاليه، ده زوجي العزيز انا مش انتي، تمام؟ بس بتقول لها انا عمري ما ابص عليه، ما حصلش ولا فكرت اصلا. في نفس الوقت بيبقى بيفكر بنزة يستخدم سحر العوده بالزمن علشان يصلح المدينه. بتوقفوا الجنيه، بتقول له الاحسن ما يستخدمش السحر ده تاني لان قوته ملهاش نهايه، وبكده ممكن عدد كبير من الناس يتاثروا بالقوه ديت. فبيفهم بطلنا قصه العلامه دلوقتي، وبيعرف ان قوته ملهاش حدود وان هو غير عن كل البشر، وهو اللي كان مفكرها 8 بالمشقلوب. بيرجعوا بقى مع بعض للبيت، والكل بيتصدم لما بيشوف الجنيه. بتعرفهم بنفسها، بتقول لهم من النهارده انا خدامه للبطل بنزة واعيش معاكم علشان احميه. فبتاخد بيليروسا الجنيه على اوضتها علشان ترتاح. وبالليل بيبقى بنزة حاسس بشعور غريب بسبب القوه اللي اكتسبها. فبتدخل بيليروسا عليه، بتحاول انها تواسيه وبتقول له ان ليه الفضل في انها فهمت الحياه اكتر واتغيرت وبقت اقوى بسببه. بتشكره وبتقول له ما يقلقش على حاجه وما يقعدش يفكر. فبيشكرها بطلنا على كلامها. وبيبدا يوم جديد، والاميره بتدور على بنزة في كل مكان ولكنها مش بتلاقي اي اثر ليه. بتبقى حست بالاستياء. في نفس الوقت بيبقى بنزة والفارسات مصدومين من جمال الاكل اللي بيدوقوه وطعمه، مش مصدقينه ومش عارفين ان دي ريس هي اللي عاملاه ازاي. قلت لهم يا جماعه انا اللي عملته اهو، بس الجنيه ساعدتنا حبتين وخلاص، ومن النهارده هتكون هي المسؤوله عن الطبخ والجنيه مسؤوله عن التنظيف. بتصدموا البنات لان هم اللي كانوا مسؤولين عن التنظيف ودلوقتي قاعدين بياكلوا ويشربوا بس، فبيحسوا ان ملهمش لازمه. بتروح بلوسم للحقل وبتحاول تساعد فيه باي حاجه تقدر تعملها، وبيساعدها الدب الاليف في المهمه. في نفس الوقت بتبقى بيلي ريب بتعتني بالاحصنه علشان ما تقعدش من غير فايده هي كمان. وبنتنا الثالثه بيلانو في البيت بتحاول تشجع نفسها تتدرب، وبتفتكر لما كان بطلنا بيعلمها السحر وبتتاثر. بتقرر تكمل تدريبها علشان تبقى زي ابوها واخوها. فجاه بيسمعوا صوت عالي جاي من بره، بيجروا بيلاقوا حصان متوحش بيهجم عليهم. بتستخدم بيلانو سحرها الدفاعي، بينما بتحاول بيلي رينات تسيطر عليه بقدرتها وفعلا بتنجح وبتتحكم فيه. في نفس الوقت بتبقى ريس مع بنزة في المدينه علشان يبيعوا شويه حاجات صنعوها. اما بالنسبه لريس فهي حاسه نفسها في موعد وبتطير من الفرحه. بيوصلوا للمحل، بيبيع بنزة الحاجات للتاجر وبيخليه في المقابل يختار حجر كريم من الاحجار اللي معاه. بيختار واحد ازرق وبيقرر ياخده. وبتكون ريس بتراقب كده بنزة من بره ومعجبه بشخصيته، مش قادره تشيل عينها من عليه. فجاه بتغير الجو، بنعرف ان الاميره في نفس المدينه بتدور على بطلنا، بس فجاه بتظهر بوابه كبيره في السماء بينزل منها البطل ابو شعر اصفر لكن خلاص اتحول لوحش. بيبقى معاه ساحره الظلام، بيروحوا للاميره وبيحاصروها. بتوصل الجنيه وبتقابل بنزة وريس وبتقول لهم انا حسيت بالوضع وجيت في وحش في المدينه، بس المشكله ان اصله بشري مش وحش عادي، وان اتغير شكله بسبب سحر ساحره الظلام. ايام زمان كانت ساحره عظيمه في المملكه ولكنها استخدمت السحر الاسود، فقرروا يختموها معايا لما انا كنت في السيف، ولما البطل حررني اتحررت هي كمان. والظاهر كده ان الغلط غلطتي، ولكن الغلط الحقيقي على البطل
البطل اللي حررنا احنا الاتنين، وبتقرر تتعامل مع ساحرة الظلام، بتاخد الاذن من بطلنا، بيوافق طبعا وبيقرر هو وريس ينقذوا السكان ويخلوا المكان في اقرب وقت. في نفس الوقت بتبقى الساحرة قررت انها تهاجم الاميرة، بتستخدم سحرها الاسود ولكن جنية النور بتوقفها، بتصد الهجوم، فبتتصدم ساحرة الظلام من قوتها ولكنها بتقرر تستمر في الهجوم، بتستخدم سحرها الاسود تاني، بتهجم بنيرانها السوداء ولكن الجنية مش بتتأثر، بتتعصب ساحرة الظلام، بتقرر تفتح بوابة كبيرة وتغير من شكله وقوة البطل، بتخليه وحش ضخم شرير. بتنصدم الأميرة لأنه بالشكل ده هتدمر المدينة، ولكن فجأة بتتغير كل حاجة، بيختفي الوحش بسبب تدخل بنزا اللي بيبقى كسر التعويذة وتخلص من الوحش. بتطلب منه الجنية انها تتولى امر ساحرة الظلام وتتخلص منها بنفسها، بيوافق بنزا. بتستخدم الجنية سحرها، بتعمل تعويذة علشان تختمها وتسحب سحرها معاها، وفعلا بتوقعها وبتخدمها وبيرجع البطل لحالته الطبيعية، وبكده بيزول الخطر من المملكة. بتجري الأميرة على بنزا، بتعرفه بنفسها وبتعتذر له على كل حاجة، بتشكره وبتقول له انت انقذتنا، انت انقذت المملكة بدل البطل السابق اللي ملوش اي فايدة. انا كنت بدور عليك من فترة، عاوزاك ترجع معايا للقصر علشان نعينك البطل الجديد للمملكة، ولكن بطلنا بيرفض، بيقول ان هو مش عاوز يتدخل في امور البشرية، وان هو كل اللي عاوزه يعيش حياة سعيدة مع زوجته ريس بعيد عن المملكة. وبيسيبها بيرجع للبيت وبيقابل صحابنا دول، بيقترحوا عليه ان هم عاوزين يشتروا قطعة ارض ويزرعوها ويعتنوا بالاحصنة السحرية، وده هينفعهم اكتر لما يبيعوا المحصول في السوق. بيفكر بطلنا في عرضهم وبيوافق وبيقول لهم ان هو هيشتري لهم الاراضي وانتم عليكم الزرع وتهتموا بيها. بيرفضوا وبيقولوا له ان هم عاوزين يشتروها بفلوسهم ويعتمدوا على نفسهم. بيقول لهم خلاص براحتكم. بيعرفوا سعرها، بيغيروا رايهم طبعا وبيقولوا انت اشتري ماشي وما عندناش مشاكل. بيقول لهم خلاص هاخد نسبه من الارباح في المقابل. بيوافقوا وبيتحمسوا ان هم يبداوا الزراعه. بيطلعوا للحقل، فبيقترح عليهم بنزا ان هم يساعدهم باستخدام سحر في الزراعه كمان، وبكده هيزرعوا محاصيل نادره هيكسبوا منها، ولكنهم بيقولوا له ان ده مش صح، ان احنا لازم نعتمد عليك في كل حاجه. الجنيه بتقاطعهم وبتقول لهم انها تساعدهم، هتستخدم سحرها العظيم في انها تتحكم بدرجه حراره الطقس. بيلانو بتقول لها انها موافقه على الاقتراح ده لانها عاوزه تتعلم السحر منها، ده غير انها بدات تتعلم في مدرسه للساحرات وده هيساعدها انها تتطور وبشكل كبير. وبتشكر كمان بنزا وبتقول له ان ده كله بفضله وان هو اللي ساعدها وشجعها طول الطريق. بيقول لها انت اللي عندك الموهبه وعندك القوه، ما تستسلميش، وبيشجعها. بتطلب بيلانو من بلوسهم انها توافق على الجنيه تساعدهم. بتوافق ولكن هتخصص لها جزء معين بس من الحقل علشان تعمل فيه اللي هي عاوزاه والباقي تسيبه طبيعي. في نفس الوقت بتبقى ريس وبنزا فخورين بيهم، متأثرين ان هم بينجحوا كانهم ولادهم. ومره واحده بيقول لها بنزا ان حلمه يفتح متجر ويبيع فيه البضاعه اللي بيصنعها. بتشجعه ريس وبتقول له ان اي حاجه يعملها ينجح فيها، ده لانها بتثق فيه وفي قدراته، وان هو اول لما يفتح المتجر هتجيب اصحابها الشياطين علشان يشتروا منه. بنزا بيفرح وبيقول لها ان هو عاوز يديلها حاجه. بيطلع من جيبه خاتم صنعه من الحجر الكريم، بيعرف ان ده هيبقى خاتم زواجهم، وبيلبس هو الخاتم وبيلبسه الريس كمان اللي بتبقى طايره من الفرحه، مش مصدقه عينيها وانها خلاص كده اتجوزته. بنرجع للبطل ابو شعر اصفر اللي بيبقى محبوس مع خدامته، خايفين ان هم يتقتلوا في اي لحظه. بتجنن البطل، بيقعد يصرخ علشان يطلعوه من السجن ولكن محدش بيعبره. بيبدا يوم جديد، بتلاقي بليروسا نفسها متشيكه ولابسه فستان، وبتسمع اولومينيوس بتهنيها بالمناسبه السعيده. بتقولها هي ايه المناسبه؟ فجاه بيظهر قدامها غول ملك الشياطين. بتتفاجئ ومش بتصدق عينيها. بيقولها انا النهارده جاي علشان خلاص يوم زواجنا وبالمناسبه السعيده هقدم لك العالم كله. بتقول له زواج مين؟ انتوا جايبيني هنا، انتوا خاطفيني ولا ايه؟ سيبني في حالي وابعد عني. وبتصحى فجاه وبتعرف انها كانت بتحلم. بتفضل تبكي وتعمل فرح ان كان حلم مش اكتر. بنرجع تاني للاميره اللي بتبقى قاعده بتفكر في بنزا وعايزه ترجعه تاني للمملكه علشان يحميها، ولكن بيقطعها جندي بيلوم من البطل هرب مع الخدامه بتاعته من السجن وللاسف مش لاقيينه. فبتامرهم الاميره ان هم يدوروا عليه في كل مكان ويجيبوه حي. بيوصل الجنود للغابه، بيفضلوا يدوروا. بيبقى البطل مستخبي مع الخدامه وخايف، خاصه ان قبل ما يهرب سرق شنطه فلوس من القلعه. بيقول انها من حقه لان خدم المملكه كبطل، ولكن في النهايه طردوه حبسوه. وبيفتح الشنطه وبيتصدم ان ما فيهاش اي حاجه غير صندوق سحري. بيطلعه بيلاقي جواه مجرفه حفر سحريه. بينصدم وبيتضايق لان ما لقاش فلوس، وبيسمع صوت الجنود وبيجروا عليه، ولكن بيبقى انقذ نفسه. حفر بقى حفره بالمجرفه في لحظه واحتفظ بيها. قال طلعت مفيده الصراحه وانقذتني. في نفس الوقت بتبقى اولومينيوس بتعتذر لملك الشياطين لانها مش لاقيه بنزا في اي مكان، وبتقول له الاولويه ان احنا ندرب الجيش مش ان احنا ندور على بنزا واللي معاه، خاصه ان هم يقدروا يهجموا على المملكه ويدمروها في وقت شبه ده. الملك بيتعصب بيقول لها حتى لو هاجمناهم بنزا معاه سحر التطهير وبيقدر يمسحنا كلنا، فاحنا لازم الاول نلاقيه. بتبقى سمعت كلامهم خدامه شيطانيه بتروح تجري وبتقول لاخو ملك الشياطين. بنعرف ان اسمه يوجارد. بتصدم من كلامها، مش بيصدق ان غول عاوز يدخل بشر الجيش الشياطين عادي. انا لازم اوقف الخطه ديت من انها تحصل وهيتخلص من بنزا باي طريقه، حتى لو الموضوع تطلب منه يتخلص من غول ويبقى هو ملك الشياطين الجديد. نرجع لبنزا وريس اللي بيتسوقوا مع بعض في البلده وبيقرروا يروحوا ياكلوا في مطعم بما ان الامور هاديه والمدينه بخير. فريس بتتحمس بتوافق وبتاخده
وبتوريه الاماكن المشهوره للمطاعم، وفجاه بيشوفوا جده زعلانه بيسالوها مالها، بتقول لهم انها تقفل متجرها، وده للاسف بسبب نقص المؤن اللي حصل وقت معركه جيش الشياطين واللي دمروا كل حاجه. بيسيبوها وبيمشي، وبتبقى ريز زعلانه ومستاء علشانها. بيواسيها بنزا بيقول لها ان زي ما في متاجر بتتقفل في الف غيره بيتفتح. وفجاه بتظهر بليروسا وبتنادى عليهم، بتقول لهم انها تعزمهم على الغداء لانها قبضت مكافاه من النقابه وانها بقت في مرتبه اعلى، عايزه تشكرهم على مساعدتهم ليها. بيوافق بنزا على عرضها، ومن دون مقدمات بتظهر الجنيه بتقول لبنزا يتراجع لان في شيطان قوي جدا قريب منهم، ولكنهم بيتصدموا لما بيكتشفوا ان هو غول. بيدخل معاهم للمطعم، بيقول لهم ان هو بيدور عليهم من زمان، وبيقول لبيروسا ان هو لازم يتكلم معاها. بتخاف وبتقول له الحلم هيتحقق ولا ايه؟ يا رب استر اوعى تكون جاي تتجوزني. بيوصل الاكل وبيبقى غول فرحان بيعجبه طعمه، وبيقول لهم انا كنت باجي دايما اكل في الاماكن اللي شبه ديت علشان اراقب العدو. وبيسال بليروسا لو بتعرف تطبخ هي كمان. بتقول له ريس انها بتخبز الحلويات بكل احترافيه. بليروسا بتتعصب، بتقوم وبتحس ان هو بيستهزأ بيها وفي شعبها. بيقول لها ان اللي بيحصل هو العكس، وان البشر شايفين الشياطين كوباء بيحاولوا يتخلصوا منهم باي طريقه. فبتقاطعهم الجنيه وبتشرح لهم ان في شياطين بيقدروا يتحكموا بالماده الشيطانيه اللي جواهم، وبكده يقدروا يسيطروا على افعالهم، مش بيأذوا اي حد، بس في المقابل في شياطين مش بيقدروا يسيطروا على نفسهم فبيهاجموا البشر كل مره بتجيلهم فرصه. بيقرر غول بقى يقوم لان هم مش مرتاحين بسببه. بيسيب لهم المكان وبيقول لهم نتقابل مره تانية. في الطريق بقى بتقابل بليروسا بلوسوم والبنات، وبيرجعوا مع بعض على البيت. وفي نفس الوقت بيبقى البطل بيحاول يطلع من الحفره مع الخدامه، ولكن بيفشل وبيقع من جديد. نرجع لصاحبنا بنزا اللي بيروح للبيت، وبتدخل الاميره وراه بتطلب انها تتكلم معاه على انفراد من غير ما يبقى حد موجود. بيوافق، ولكن ريس بتقول ان انا مش هتحرك من هنا، انا مش عارفه هتعملوا ايه الواد ده جوزي، ولا انتوا نسيتوا اللي عملتوه اول مره لما رميتوه في الغابه، حسيتين ان هو مش هينفعكم. بنزا بيقول ان هو مش هيتكلم غير لما تبقى ريس معاه. بتتاثر وبتحس بالاحراج، ولكن في النهايه بتوافق الاميره. بتدخل في الموضوع، بتروح لبنزا وبتنحني له، بتعتذر له على اللي عمله الملك فيه. بتقول له انها مستعده تعمل اي حاجه علشان يسامحهم. بيقول انا عارف ان انت مش جايه الطريق ده كله علشان تعتذري. بتعرض عليه خطه، بتقول له ان دي اماكن توزيع جيش المملكه. بينصدم، بيقول لها ليه بتقولي لي معلومات سريه شبه ديت؟ بتقول له المملكه في خطر وقريب هتختفي، وده لان سحر التطهير من الشياطين قريب هيختفي وهيهاجمونا من تاني، وفي اماكن في المملكه ما فيهاش اي جيش يحميها. بتطلب منه المساعده وان هو يحميها من جيش ملك الشياطين. ريس بتتعصب، بتقول لها مش هسمح لك تاخدي بنزا بعد كل اللي عملتوه فيه، ده غير ان هو مش بيحب القتال، فما تحاوليش انك تقنعيه. بتقاطعهم الاميره، بتقول لهم انها ناويه تخلي الملك يتنحى عن منصبه كعربون شكر ليهم، وتصدقوا كلامنا اللي احنا جايين بيه، وان هو الملك كمان كان سبب مصايب كتيره، والبطل اللي اختاره هرب وساب المملكه تنهار. انا هاخد المملكه من مكانه وهخليها ترجع احسن من الاول. ريس بتتعصب من كلامها، ولكن بنزا بيفهم قصد الاميره وانها بتثق فيه، علشان كده عرفته اماكن الجيش، وان هو بس بتطلب منه ما ينضمش لجيش الشياطين ويحميهم مش اكتر. في المدينه بيبقى الجنود لسه بيدوروا على البطل ابو شعر اصفر، وكانه بيهرب منهم. بيستخبى مع خدامته ومش بيبقى عارف يتصرف ازاي، خاصه مش معاه اي حاجه تساعده غير المجرفه السحريه. وفجاه بيظهر عنكبوت بيقيدهم هما الاثنين. بتظهر من وراه خادمه اخو ملك الشياطين وبتاخدهم معاها، وشكلهم هيتعذبوا ولا ايه. في نفس الوقت بتبقى البلده في حاله خطر لان جيش ملك الشياطين بيهجم عليهم تاني، وكانت في طفله هتتعرض للخطر، ولكن بنزا وريس بيتدخلوا، بيبقوا مغيرين هيئتهم علشان محدش يتعرف عليهم. بينقذوا الطفله وبيحط بطن حاجز ما بينهم وبين الجيش. بينصدموا جيش ملك الشياطين، وبيبقوا عارفين ان اللي معاه ديت شيطانه، ومستغربه ازاي بتساعد بشر ضعيف وتقاتل ضدنا. ولكن بنزا بينصحهم ان هم ينسحبوا علشان ما يقتلهمش، ده غير ان هم مش هيقدروا يكسروا الحاجز مهما حاولوا. وفجاه بيدخل وحش قوي بيقول لهم مين اللي مش هيقدر يدمر الحاجز ده انا هكسره بصبع رجل الصغير. فبتعرف ريس ان هو خادم اخو ملك الشياطين قوي جدا، معروف عنه ان هو شرس، فبتقرر تواجهه بنفسها، وبتقول لبنزا يسمح لها. بيوافق، ولكن بشرط اوعي تقتليه. فبتعدي ريس الحاجز، بيهجم عليها الوحش، ولكنها بتتفادى هجماته، وبتقرر تجرحه في كل مكان بانيابها الحاده. بتأزح وبتستخدم سحر تبادل الاماكن اللي بيخليها تغير مكانها. بنت اللعيبه بتفضل تلعب بيه، بتستخدم السحر يمين وشمال علشان تتفادى، وفي كل مره بتستخدم سحر الجاذبيه وبتشل حركته. الوحش بيتعصب، بيطلب المساعده من اتباعه، لازم يتدخلوا ويهجموا معاها لانها خاينه، ولكن هنا بنزا ما بيسمح لهمش يتدخلوا، بيوقفهم بسحر وبيقيدهم، وبيستخدم سحر الشفاء على الوحش الضخم. بينصدم هو كمان وبيتفاجئ، فبيطلب بنزا منه ينسحب هو وجيشه لانه مش هيقدر يخليهم ينسحبوا بالعافيه، ولو نقلتكم بسحر الانتقال هترجعوا تاني. فبيطلب منهم ياخدوا بعضهم من غير مشاكل. فبيسالوا الوحش عن هويته، بيقول له ده انا مجرد بشري ضعيف غلبان عايز اكون صداقه معاكم، ولكن لو رفضتوا الصداقه فهكون مضطر ان انا استخدم قوتي ضدكم. وبيلغي بطن الحاجز السحري، وبتبقى ريس فرحانه جدا بالانجاز اللي عملوه، ولكنه بتقول له المفروض كان يعذبهم اكتر علشان يحرموا يقربوا من المكان تاني. بيقول انه لو عمل كده فده هيخلق كراهيه ما بينهم، ومش هيوقف القتال ما بين الجيشين بالطريقه ديت. وفجاه بيظهر اهل البلده وبيشكروا بنزا على انقاذهم ليهم، وبيسالوه عن ريس، بيقول لهم انها شاركته. فبتطلع الطفله وبتشكره
هي كمان. بيعرفوا ان هو انقذهم بامر من الاميره، فلو عاوزين يشكروا حد لازم يشكروها هي، وبيخلص كلامه وبيمشي مع ريس. وفي القصر بتوصل المعلومات للاميره في شاب مغامر بينقذ مناطق في المملكه من جيش ملك الشياطين ومع ذئب فضي. بيرفض يقول اسمه وبيقول لاي حد ان الاميره هي اللي بعتته، فكل الناس حاليا بيشكروكي. الاميره بتتاثر وبتعرف ان بنزا وريس هم اللي انقذوهم. في نفس الوقت بيبقى غول ملك الشياطين متعصب لان اخوه بغدر بيه هو المسؤول عن الهجوم الاخير، وبتظهر الخدامه بتقول ان اخوه قرر يتمرد عليه، عايز ياخد العرش منه ويتحكم في الجيش. وفعلا بيبقى اخوه جاهز كل حاجه، قرر يستخدم نوع سحر قوي هيقدم فيه البطل والخدامه كقربان. غول بيتعصب بيتوجه للقصر بتاعه بسرعه. تاني يوم الصبح بيقرر غول يزور بنزا، بيقول له هطلب منك طلب صغير اعيش معاكم هنا الفتره مجانا. ريس بتقول له انت اكيد بتهزر، بيقول لها طبعا مش بهزر. وبيقرر يحكي لهم كل حاجه حصلت معاه لما عرف غول بتمرد اخوه. وبتبقى اولومينياس في القصر وبتحاول تقنع باقي الوحوش ان هم يقفوا في صف ملك الشياطين وغول. طبعا بيرفضوا وبيقولوا ان الحل الوحيد ان هم يتنافسوا والاقوى هو اللي ياخد العرش. فبيدخلوا كلهم على يوجارد اخو ملك الشياطين اللي بيبقى قاعد على العرش. بتتعصب اولومينياس وبتقول له ما تصرفش على كيفه لحد لما بيوصل للملك. بتهاجمه وبتحاول تجرحه ولكن الخدامه بتاعته بتوقفها، بتضربها ضربه قويه وبترجعها ورا. وبيبقى الملك غول ووصل. يوجارد بيقول له ان هو يتنافس معاه علشان يشوف مين فيهم يستحق العرش. بيقول له غول ان هو ما عندوش نيه يقتله. بيقول له ازاي اتباعك كلهم وافقوا على القتال والمنافسه معنى انك تنسحب انك في صف البشر. فغول بيساله ايه اللي عملته خلاك تشك فيا وتعتبرني خاين وما استحقش العرش؟ حسيتك زودتها، تصرفاتك الاخيره ومعاملتك مع البشر وزيارتك للبلد عندهم كتيره، وده دليل على انك بتخون. ملك الشياطين بيتعصب، بيفتكر كل اتباعه ان هو خلاص هيقاتل اخوه وبيفعل الخاتم اللي بيرمز على انه الملك. وبسبب كده الكل بيخاف من قوته وبيترعب، بس فجاه بيقلعه تاني. بيرمي لاخوه بيقول له ان هو يتنازل عن العرش ويتخلى عن كونه ملك ليهم. اخوه مش بيصدق عينيه وبيتصدم. غول بيقول له انا مش هجبركم تكونوا اتباع ليا، وطالما انتوا وصلتوا للمرحله ديت انا همشي. ولكن قبل ما يطلع بيضرب اخوه وبيرميه لحد لما بيطير بره القصر. في نفس الوقت بيلاقي البطل وخدامته فرصه ان هم يهربوا وينقذوا نفسهم. وبنرجع للحاضر وبيبقى غول خلص حكايته كلها. وبيقرر بنزا ياخد راي الباقيين بحيث هيعيش معانا ولا لا. وفجاه بتدخل بليروسا بتطمن عليهم ولكنها بتلاحظ ان غول كده موجود. بتجيلها صدمه ثلاثيه الابعاد ومش بتصدق عينيها، ولكن الصدمه اكبر لما بيقول لها بنزا ان هو بيفكر يخلي غول يعيش معاهم. بتجمعوا البنات مع غول كده وبيقول لهم ان هو اتخلى عن العرش كملك للشياطين وخلاص قطع علاقته بيهم، وان هو اخوه هو اللي خد العرش ومش المسؤول عن الهجوم الاخير عن المملكه. وجاي يطلب منهم الطلب ده كصديق ليهم، وانه ما يعرفش اي حد غير بنزا علشان كده جاله. الكل بيوافق ان هو يعيش ما عدا بليروسا. بتقف وبتعترض على كلامهم، بتقول لهم انتوا طبعا بتهزروا، ممكن يكون بيكذب علينا، انتوا متخيلين ملك الشياطين نفسه يا جماعه. فبتقاطعهم ريس وبتقول لهم يعني قصدك اطرد ملك السابق والخدامه بتاعته كمان؟ لا ما ينفعش، هم ما لهمش بيت يلمهم وبرضه ما عندهمش اهل ولكن مهما كان احنا عندنا اصل. ومن هنا صحابنا بيعيشوا معاهم وواحده واحده بيبداوا يشتغلوا ويقربوا من بعض كلهم اكتر. وبيحاول ملك الشياطين يثبت لهم ان هو شخص افضل من الاول، ولكن بليروسا بتفتكر دايما الفرسان المصابين في المعركه وان هو جيش ملك الشياطين السبب في كل ده. بنزا بيطمنها بيقول انا فاهم قصدك وحقك تحس بكده، ولكنك لازم تتقبلي اللي بيحصل حواليك بكل احترام. حتى ريس كمان بتتضايق من كلامها، بتقولها انت كده مش مطمنالي، ما انا كمان كنت شيطانه في يوم من الايام. بليروسا بتتاثر بكلامها ومش بتقدر انها تتكلم عليها لانها بتحبها وبتقرر تقتنع بالواقع. نرجع بقى لملك جيش الشياطين الجديد يوجارد اللي بيبقى متعصب ان الجيش مش بيحقق اي تقدم او انتصارات، وبيسال خدامته ايه السبب اللي مخلينا كده نايمين في الارض خالص. بتقول ان هم بيزرعوا افخاخ كتيره في الطريق علشان كده الدنيا صعبه قوي ومش عارفين نتحرك. الملك بيتعصب بيقول لها لازم نجمع جيش اكبر ونهاجمهم بكل قوتنا علشان ندمر المملكه. بتقول له الخدام هنجمع جيش ضخم ازاي دلوقتي؟ بتديلها ضربه بتطيرها للسقف. بيقول لها يا دي مهمتك بقى انت اللي تجمعيهم. في نفس الوقت بيبقى اتباع الملك حاسين بالندم ان هم تخلوا عن غول لانه كان على الاقل ملك فخم ليهم بيعرف يوجههم هم والجيش، ولكن دلوقتي حاليا تايهين مش فاهمين حاجه من اللي بيحصل. الخدامه بتقول لهم ما تقلقوش ما تتوتروش، الحل عندي، هنعمل اجتماع والكل هيتحل. نرجع لاصحابنا اللي بيقرروا يطلعوا رحله للينابيع السخنه يغيروا جو. بيوصلوا بيرحب بيهم اصحاب المكان وبيستقبلوهم. بيروح كده بنزا علشان يسجل اقامتهم، في نفس الوقت بيوزعوا عليهم ملابس علشان ياخدوا راحتهم. وفي الطريق بتخبط بلوسهم الراجل وبتعتذر له ولكنه بيتعصب. بتوقفوا واحده واقفه معاه بتقول له ما ينفعش، اوعى تنسى احنا هنا بنعمل ايه. وبنعرف ان هو ملك الشياطين يوجارد ومعاه اصلا الخدامه مساعدته. بتقول له ان هم جايين يستجموا ويرتاحوا ويستجمعوا طاقتهم، فلازم يكون واعي اكتر بتصرفاته علشان ما يكتشفش تنكرهم كبشر. بيطلع الباقيين وبيبقوا فرحانين ان هم يرتاحوا شويه وبيقرروا يروحوا على الينابيع. والخدامه بتنبه عليهم محدش يضيع القلاده اللي بتخليهم يسيطروا على نفسهم والغضب بتاعهم وتصرفاتهم. على الجنب التاني بتبقى ريس وغول مصدومين من اللي شايفينه لانهم عارفين ان ملك الشياطين الجديد موجود معاهم. غول بيقول ان احنا نروح نسلم عليه مفيش حاجه يعني ولا مشكله. ريس بتقول له هتسلم ولا
هتقلبوها ساحة حرب، وبكده هتخربوا رحلتي للينابيع مع الزوج العزيز، ولو حصل هخليكم تندموا ندم عمركم. على الجنب التاني بيبقى الملك يوجارد مستمتع بالمكان هو واتباعه، مش بيوقفوا اكل. بتفرح الخدامه كده وبتقوم تحتفل بالمناسبه ديت، فالملك بيتضايق وبيقولها مفيش فايده، بيضربها وبتقعد مكانها. بيقرر اتباعه بقى ان هم يتنافسوا مع بعض، بالغلط بتوع قلاده واحد منهم. في نفس الوقت بيبقى البطل ابو شعر اصفر قدر يهرب مع الخدامه بتاعته، بيطلع حجر الشيطان اللي سرقه وبيقول لهم ان هو هيبيعه وهيكون غني. بس فجاه بتتجمع طاقه غريبه حوالين الحجر وبينهار البطل من قوتها. في نفس الوقت اتباع الملك هم كمان بيظهروا، بيكسروا المكان علشان بيتنافسوا مع بعض، والحجر في الوقت ده بيبقى داخل جوه البطل المزيف، بس مش بيستحمل قوته، بيتحول لوحش عملاق تاني. فبتحاول كده الخدامه توقفه. صحابنا بيبقى قاعدين ولا في راسهم اي حاجه، بيتفاجئوا بالعملاق اللي داخل عليهم. اما اللي دمر في المكان بنزا بيتدخل في الوقت المناسب وبيستخدم سحره علشان يسيطر عليه. بيبداوا يتكلموا. اولومينياس بتقول لهم ان الملك يوجارد واتباعه موجودين في نفس المكان وانها حاسه بيهم دلوقتي، وبتحاول بيليروسا والفارسات ان هم يروحوا يساعدوا بنزا، ولكن غول بيوقفهم، بيقول لهم ان بنزا هيهزمهم من غير ما حد يتدخل. ولكن بيليروسا بتقول لهم دايما هو اللي بيحمينا وجه الوقت علشان نقدر نقف معاه ونساعده. بيقرر غول ان هو ينضم لهم وبياخد راي اولومينياس اللي بتبقى سعيده ان هو اخد رايها الاول، وده يعتبر اول مره في حياته يعمل كده. بتوافق وبينقلوا المكان الوحوش، وبتصدموا لما بيشوفوا ريس هناك معاهم. بتبقى متعصبه وبتتوعد للشخص اللي بوظ رحلتها، بتقول له هطلع عينك. الملك يوجارد بيشوف غول، بيقرر ان هو يقتله ويستخدم كل قوته ضده. في نفس الوقت بيبقى بنزا عمال يفكر في خطه علشان يوقفهم، عايز يحافظ على المكان علشان محدش يتاذى. بيبقى في الوقت ده غول عمال يهجم على الوحوش، ولكن بقياده اخوه بيهجم عليه. غول بيقنعه ينسحب من المكان علشان ما يتاذاش، بيرفض، بيقول له دي معركتي وهقاتل بكل قوتي. الاتنين بيبداوا يحاربوا بعض وكل واحد بيصد هجمات التاني. يوجارد بيتعصب منه، بيكسر له راسه وبيفضل يهجم عليه. فغول بيوقفه بسحره وبيحاول يقيده، بيستخدم عليه تعويذه ترجعه لطبيعته وتسحب الماده الشيطانيه منه، وبيقول له ان هو اتعلمها من البشر وقتالهم مع الشياطين. يوجارد بيتعصب لما بيعرف ان التعويذه ديت من صنع البشر. بيتخانق مع غول، وفجاه بتظهر صاحبه المكان وبتقرر توقفهم بطريقتها، فبيستخدموا تعويذه بتقيد كل الشياطين والوحوش وبيقرروا يطردوهم من المكان. في نفس الوقت بتبقى ريس طلعت كل غضبها على البطل اللي اتحول لعملاق ومش بترحمه، بتشوه له وشه من كتر الضرب، هو السبب في كل اللي حصل وبوظ عليها الخروجه مع حبيبها العزيز. بتجري عليها بليروسا، بتقول لها ان بنزا بيطلب من الكل يبعد عن المكان علشان هيجرب يصلحه. بتوافق ريس على طول. بيبدا كده بنزا يستخدم تعويذه، بيصلح المكان وبينضفوه وبيرجعوه احسن من الاول، وبتشكرهم صاحبه المكان على مجهودهم. بتطلب منهم ياخدوا راحتهم في المكان ويطلبوا اللي هم عاوزينه كمان، وخدمه مننا ليكم ببلاش. بيرجعوا بينبهروا بالوليمه اللي جهزوها ليهم، وبتبقى في قمه سعادتهم. وبتقرر بليروسا انها تروح لغول، بينصدم منها وانها بتقرب منه. بتقول انها متشكره لان انقذهم، وان ريس قالت لهم ان هو اللي ساعدهم في القتال من غير ما يأذي اي بشري. الكلام ده بيحصل قدام اولومينياس اللي بتقول لهم لا يا جماعه انتوا بتقربوا من بعض قدامي، طب احترموني طيب انا برضو بحبه. وبينتهي اليوم بتاعهم والكل مبسوط. وتاني يوم بينقلهم بنزا على البيت بسحر الانتقال وبيرجعوا لحياتهم اليوميه. في نفس الوقت غول بيبقى مع بنزا، بيساعدوا في صنع الاسلحه وبيتكلموا مع بعض كانهم اصحاب من زمان. بتقطعهم بليروسا اللي بتشكر غول على الدرع اللي صنعه وبتقول ان هو نفعها، ولكن اولومينياس بتوقف قدامها، بتخاف منها وبتقول لبنزا ان النهارده يوم تتويج الاميره وانها قلقانه من ان جيش ملك الشياطين يهجم على المملكه. بيقول لها غول ان اخوها هياخد وقت علشان يتعافى من اللي حصل له، فما تقلقيش على حاجه. نروح احنا للاميره اللي بيتم تتويجها كملكه للمملكه، وتقرر انها تعاقب ابوها لما يلاقوه ده لانه هرب اصلا وخاف بسبب افعاله. في نفس الوقت بيبقى الجنود بيدوروا للمره المليون على البطل ابو شعر اصفر والخدامه اللي عمالين يحفروا في كل مكان بالمجرفه وشغالين شغل الفيران. وبالليل بنشوف ريس وهي بتنادي للكل علشان ياكلوا، بيتجمعوا وبيبقوا فرحانين بتواجدهم مع بعض وان هم عيله قدروا يكسروا القواعد، وبقى من كل صنف موجود شياطين ابطال من عالم تاني. حتى بنزا بيبقى حاسس ان هو مبسوط لانه مع ريس وبيبني احلامه معاها بكل سعاده وقوه. وبكده بينتهي الانمي بتاعنا. واقدر اقول لك ان انتوا مهما رحتوا وجيتوا مالكمش غير عمك جوجيتو، فما تنساش تفعل جرس الاشعارات واللايك الجميل والسلام.